السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي. أنا مريهان جاد. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أتم صحة يا رب العالمين. رجعت لكم بفيديو جديد وهو أول روتين لأول يوم مدرسة. كل سنة وانتم طيبين وأولادنا في أتم صحة يا رب العالمين. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، الروتين بتاعي بيبدأ من بالليل في تجهيز الأجبان بتاعت أو مشتريات اللانش بوكس. طبعا أنا عرضت معاكم المشتريات دي في الفيديو اللي فات، فدلوقتي بقى ببدأ إن أنا أجهزها وأعينها في التلاجة. فالصراحة منظم التلاجة ده حلو جدا، لو ما هوش عندك هاتيه. مريح جدا وبيفيدك جدا جدا جدا. الصبح كده لما تقومي تلاقي الأجبان بتاعتك كلها في منظم واحد، يا دوبك تسحبي من التلاجة تحطي على الرخامة تعملي سندوتشاتك. حلو جدا. فزي ما احنا شايفين كده مع بعض، بمسح اول حاجة علبة المربى. طبعا بتبقى يعني متعرضة للأتربة في السوبر ماركت، فبمسحها وبشيل الغطا بتاعها من فوق زي ما انت شفتي معايا كده، وبحطها في كيس. طب انتي ما نقلتهاش ليه في علبة بلاستيك؟ لا، هو انا متعودة ان انا بجيبها وبحطها كده. هي العلبة مش وحشة، هي العلبة ما بتبقاش يعني ما بتصديش من جوه ان هي يبقى فيها ضرر للمربى او حاجة. لا، هي العلبة حلوة، فبشتلها الغطا كده وبحطها في كيس تلاجة وبلف الكيس وبحطها. ليه؟ لان لو انت اشتلتي بس الغطا كده وسبتيه موارب، بتبدأ ان هي تلقط روايح من التلاجة وبتدي طعم مش حلو. فبحطها في الكيس وبقفلها. ببدأ الصبح ان انا اسحب منها بالمعلقة نظيفة، يا دوبك هي المعلقة على قد الاستعمال الواحد، والمعلقة بتتحط في الحوض، فبتبقى حلوة جدا. طبعا مسحت بقى علبة الجبنة النستون، الاجبان، الرومي، اللانشون، الحلاوة انا ما بنقلهمش في علب تانية. ليه؟ لان العلبة اللي هي الطبق الفل ده بيبقى في الارضيه بتاعته كيس تلاجة. يعني هو السوبر ماركت بيبقى حاطط كيس، فملهاش لازمه ان انا انقل في علبه وارجع العلبه تفضى ونغسل في علبه. لا، انا بسيبه كده. وطبعا حاطط لهم الزبادي، وده كده روتيني بالليل قبل ما انام. بجهز المنظم ده وبشيله عندي في التلاجة. وبما اننا رجعنا للمدارس تاني، بقى اكيد رجعنا لشيلر الكايزر من تاني. الكايزر عايزه اقول لكم ان انا اتصدمت من الاسعار. يعني انا زوجي بيقول لي ان الكايزرايه دي بقت بجنيه. انا اخر معلوماتي عنها كانت الترم الاولاني كنا بنجيب الواحده دي بنص جنيه، وعايزه اقول لكم انها صغرت. يعني كانت الترم اللي فات كانت بنص. اسعار دي وكل حاجه غلت، بس مش لدرجه ان هي تصغر وتغلى. يعني ربنا المستعان وربنا يعيننا يا رب. فدلوقتي هو جاب لي الكايزر، وكمان الولاد كانوا عايزين شوكولاته بعملها لهم في الساندوتشات. فزوجي جاب لي العلبه اللي هي الصغيره دي، يا دوبك كده ايه على قد الساندوتشات. فزي ما انتم شايفين كده بجيب الكايزر. طبعا انا بجيب الكايزر للاسبوع. بتسيبيه ازاي للاسبوع؟ طب هو ما بيبص منك ازاي؟ فطبعا هيبقى فيه تساؤلات كتير. هقولك ان انا بجيب كيس التلاجة ده بحط فيه 3 كايزرات بس. هتقولي 3 بس؟ هقولك ايوه، هما 3 والباقي ده بشيله بالكيس بتاعه في الفريزر. طب هو الكايزر ينفع يتحط في الفريزر؟ بيتحط في الفريزر ويبقى حلو جدا. بطلعه الصبح اول ما بصحى على طول من النوم. اول حاجه بعملها بطلع الكايزر على قد اللي انا هستعمله للولاد، بحطه عندي على الرخامه. على ما الولاد بقى بتقوم وتلبس وتجهز وتمام وبروح اعمل لهم السندوتشات، بيكون الكايزر فك. اولا ما بضطرش ان انا كل يوم اروح المخبز اجيب الكايزر، بيبقى عندي في البيت. طبعا لو انت كل يوم هتروحي فهتستهلكي ميزانيه كتيره. يعني مش هتقولي للراجل كل يوم هات لي ب3 جنيه. انا زوجي ما بيرضاش يروح يجيب ب3 جنيه، فبخليه يجيب لي بال10 جنيه. هم ال10 كايزرات بحطهم في الفريزر، وببدأ اطلع كل يوم اليوم بيومه. طبعا احنا هنا كده تاني يوم. خلاص بقى انا عينت الكايزر ده في الفريزر، وده تاني يوم. ببدأ بقى زي ما احنا شايفين كده مع بعض. فببدأ ان انا اقص الكايزر بالمقص زي ما احنا شايفين مع بعض كده. طبعا انا كنت زمان اسمع ان استعمال المقص في الكايزر او في العيش حرام. يا جماعه هو مش حرام ولا حاجه، هو بيساعدك ان انت تفتحيه. لان السكينه حتى لو سكينه مشنشره ما بتفتحش الكايزر حلو. وطبعا من بالليل ببقى سائله الولاد، يا ولاد انتوا عايزين سندوتشات بايه احطها لكم في اللانش بوكس الصبح؟ فابني يقول لي ماما ما تحطليش لانشون. ابني ما بيحبش اللانشون، او بمعنى اصح هو ما بيحبش اللانشون ياخده المدرسه. هو ممكن ياكله في البيت هنا بس ما بياخدوش المدرسه. ليه؟ لان كان في واحد زميله كان قاعد جنبه، كل ما يشوفه رايح بساندوتش لانشون يقول له يعني يا انت بتاكل لانشون. فيا جماعه يا ريت نقول لاولادنا ان نعمه ربنا كلها حلوه. حتى لو في طفل جنبك بياكل حاجه هو انت ما بتحبهاش، ابعد بعيد عنه. ما تقولوش ما تقولوش لا يعني. فانا عانيت مع ابني ان هو ما بيرضاش ياخد لانشون خالص معاه المدرسه.
طيب انت بتعملي لانشون لمين؟ بعمل لانشون لبنتي. بنتي بقى ما بحبش الجبنه الرومي، طبعا ما بقول يعني كلمه ما بحبش دي حرام، وبحاول ان انا اقول لهم كل نعمه ربنا حلوه، بس هي ما بترضاش بالجبنه الرومي في المدرسه. ممكن يعني بعض احيان ماشي يا ماما اعملي لي، بس مش على طول. فطبعا انا عندي ابني يحب الجبنه الرومي، بنتي بتحب اللانشون، فعملت لهم السندوتشات اللي هم بيحبوها زي ما انتم شايفين كده معايا. فعملت لهم طبعا زي ما انتم شايفين كده السندوتشات اللي هي الجبنه واللانشون اللي هي الحادقه. فبعمل لهم حاجه واحده مسكره، سواء مربى او شوكولاته او حلاوه، يعني ما بعمل لهمش كله، لا هي حاجه واحده بس. فعملت لهم هي قيصريه واحده بس بمربى زي ما انتوا شايفين كده. بفتح الكيس وبجيب المعلقة، بعمل في القيصراية، والمعلقة معدنش تتحط تاني في قلب علبة المربى، هي خلاص كده المعلقة على الحوض على طول، علشان علبة المربى ما تبص معاكي. طبعا الولاد بيقعدوا فترة طويلة في المدارس، فطبعا ال3 قيصرات دول مش هيكفوهم كفطار في المدرسة. فكمان بعمل لهم عيش. طب ما انتي كنتي جايبة القيصر، بتعملي لهم عيش ليه؟ انا يا جماعه يعني بعود ولادي ان ممكن في يوم من الايام ما اقدرش ان انا اجيب لكم قيصر، الظروف ما تسمحش للقيصر، فبعودهم على العيش وعلى الجبنه. بعودهم ان اي حاجه من نعمه ربنا حلوه، مفيش حاجه وحشه، سواء قيصر سواء عيش كله حلو. انا يعني بقول لاولادي في انا بجيب مثلا بابا بيجيب لكم القيصر وبنجيب لكم العيش، في اولاد تانية مش في مقدورة باباهم ان هو يجيب لهم القيصر، فبعودهم ان دي نعمة ربنا حلوة ودي نعمة ربنا حلوة، ده نحمد ربنا عليه وده نحمد ربنا عليه. دين ان عادي، وساعات والله بديهم السندوتشات بتبقى كلها عيش، مش ضروري الكايزر في اللانش بوكس. خلاص كده انا عملت لهم العيش، بعملها لهم بجبنه، سواء بقى جبنه نستون سواء بقى جبنه بيضه، حاجه تتفرد في الساندوتش. تمام، خلاص كده انا خلصت. بعد كده ببدأ ان انا اقسم لهم القيزرة على 2، يعني عشان لما يجوا ياكلوها ما تبقاش كبيرة في ايديهم، مع ان هي بقت صغيرة وما فيش فيها، بس بقسمها لهم عشان تبقى سهلة في الاكل. حطيت بقى لبنتي الساندوتش اللي هو اللي باللانشون واللي بالمربى، ده بقسمه عليهم هما الاتنين، لان زي ما قلت لكم ما بحبش ان انا احط للولاد في اللانش بوكس سكريات كتير. كمان بحط لها ربع من الجبنه النستون اللي عملته معاكم. وبعمل كده مع ابني برضو، بقسم له ساندوتش الجبنه الرومي 2، وبحط له النص المربى وكمان الربع اللي انا عملته له بالجبنه. خلاص كده احنا جهزنا السندوتشات. بعد كده بقى بعمل لهم بحط لهم خضار في اللانش بوكس، هي خيارية واحدة وتفاحية بقسمها عليهم هما الاتنين ياكلوها مع الساندوتش. طبعا بتبقى احسن من الشيبسي والكاراتيه والحاجات دي. طيب ما يعني ما احنا بندي لولادنا مصروف، انا بديهم مصروف بسيط جدا. حتى ساعات بيجوا لي من المدرسه، ماما المصروف اللي انت عطوه لنا لا احنا عايزينه يزيد. اقول لهم لا يا ماما، طب ما احنا زمايلنا بيجيبوا 5 جنيه معاهم مصروف. اقول لهم 5 جنيه معاهم مصروف ليه؟ انا دلوقتي عطياكم اللانش بوكس بتاعكم في السندوتشات فيه الخضار فيه ثمره الفاكهه، يعني انتوا كده مش محتاجين حاجه، انا بديكم. انا بدي لولادي هم 2 جنيه بس، هم ال2 جنيه ما بيعملوش حاجه، بس هو ده اللي انا بديهولهم. ليه؟ ال2 جنيه هيجيب بهم هيجيب بهم شيبسي، هيجيب بهم كاراتيه، هيجيب بهم اي حاجه فيها مواد حافظه، فطبعا ده مش حلو. فبقول لهم خلاص عايزين 5 جنيه، يبقى مش هدي لانش بوكس، مش هدي سندوتشات، مش هدي، انا مش هروح اجيب كايزر واجيب جبن واجيب خضار واجيب فاكهه وكمان ادي مصروف كتير وتروحوا تصرفوه على على حاجات كلها مواد حافظه، كلها ما فيش فيها اي افاده، بالعكس دي بتضر اجسام اولادنا وبتقلل المناعه بتاعتهم، وطبعا اولادنا كلهم مناعتهم وحشه جدا. كده خلاص خلصت لهم السندوتشات. طبعا هو بما انه اول يوم انا اللي بحط لهم اللانش بوكس في الشنطه، بس بعد كده الولاد هي اللي بتيجي المطبخ، وبقول لهم يلا كل واحد ياخد اللانش بوكس بتاعه وازازه الميه بتاعته عشان يعتمدوا على نفسهم. انا كمان ما بجيب لهمش الازايز بتاعه اللي هي الميه اللي بتتباع دي، لا انا بجيب لهم هي في بدايه الترم ازازه ميه معدنيه مش صغيره، وبشيل لهم اللزقه اللي بتبقى عليها وبفتحها لهم، لان ممكن ما يقدروش ان هم يفتحوها، بتبقى جامده عليهم. الازازه دي بتفضل معاهم الترم كله. ما بجيبش الازايز التانية ليه؟ اولا بتبقى ازايز ملونه مش صحيه، بتسقط، يعني انا جبتها كذا مره، يا بتسقط يا اما بييجوا يقفلوها اللي هو التكه بتاعتها دي بتتكسر منهم. فانا عانيت، فقلت لهم لا انا خلاص ما كنتش هجيب ازايز، انا هجيب الازازه اللي هي بتاعت الميه المعدنيه دي، حلوه جدا، بياخدوها معاهم اول يوم
وبعد كده بتيجي تتغسل هي واللانش بوكس، تتملى ياخدوها معاهم تاني يوم. وبخلي الولاد قبل ما يخرجوا يقولوا دعاء الخروج من المنزل، وانا بقول لهم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. انت كده سبتيهم في وديعة ربنا سبحانه وتعالى وفي رعاية ربنا سبحانه وتعالى، وربنا يحفظ لنا اولادنا يا رب، اللهم امين. يا رب اكون كنت ضيفة خفيفة على قلبكم النهاردة، وما تنسونوش من دعائكم الطيب. واشوفكم في فيديو جديد. ولو كنتي اول مرة تشوفي القناة ما تنسينيش في اللايك والشير وكمان السبسكرايب، متنسيش تفعلي الجرس عشان القناة تكبر بيكوا وليكوا يا احلى اخوات في الدنيا. واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.